عارفين لما كلنا بنبقى نفسنا ان احنا نبقى لينا هيبة ويبقى لينا طلة ونبقى كده لينا رفعة في قلوب الناس، وان ربنا سبحانه وتعالى يخلي لنا كده اول ما ندخل الناس لما تشوفنا تقول يا ده الشخص ده وشه مريح، يا ده الشخص ده مثلا روحه حلوة، لما تبتدي تتكلم الناس تقول يا سلام صوته حلو فيه قبول، ابتسامته فيها قبول حلو، وشه فيه طمأنينة. كل الكلام ده احنا كلنا بنحب نسمعه. انا شخصيا لما بيتقال لي الكلام ده بكون مبسوطة جدا جدا. اقول لكم على اسم من اسماء الله الحسنى لو قلناه واستخدمناه بعدد اللي انا هقول عليه دلوقتي اللي هو 351 مرة، واعملوه زي ما بقول لكم كده واستخدموه. حاولوا ان انتوا كل يوم تعملوه ورد في بقكم دايما طول ما انتوا ماشيين في الطريق، افضلوا قولوه، افضلوا اعملوه، وانتوا قاعدين في مكان افضلوا قولوه، انتوا قاعدين على سريركم قبل ما تناموا، اول ما تصحوا الصبح تقولوه. اعملوه بالعدد، اعملوه بالعدد، اعملوه بالطريقه اللي انتوا عايزينها، لكن انا هقول عدده عشان انا عارف ان في ناس بتحب تمشي في الحاجات دي بالذات بالاعداد بالظبط، ودي برضو على حساب الجمل يا جماعه احنا بنعملها ليها حسبتها وليها ارقامها. اسم الله الرافع، اسم الله الرافع عدده 351 مرة لو قلناه وواظبنا عليه هنوصل للحاجة اللي احنا بنتمناها واللي احنا نفسنا فيها. حاولوا ان انتوا تعملوه، وحاولوا ان انتوا تكون دايما طاقتكم حلوة وطاقتكم ايجابية وانتوا بتعملوه، وتوقعوا باذن الله تعالى ان ربنا هيديكم الحاجة اللي انتوا عايزينها. ربنا سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي اذا دعا. ادعوا الله باسمائه الحسنى علشان توصلوا للحاجة اللي انتوا عايزينها. كان معاكم سارة فودة، خبيرة التاروت والفلك والطاقة. سلام.